في قلب إقليم بن سليمان وعلى بعد مسافة قصيرة من مدينة الدار البيضاء، يتشكل اليوم واحد من أضخم المشاريع الرياضية في تاريخ المغرب الحديث. إنه ملعب الحسن الثاني، المشروع العملاق الذي يرتقب أن يصبح أكبر ملعب لكرة القدم في العالم، ورمزا جديدا لطموح المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية. يمتد هذا المشروع الضخم على مساحة تقارب 100 هكتار، وهي مساحة شاسعة تسمح بإنشاء مركب رياضي متكامل لا يقتصر فقط على ملعب كرة قدم، بل يشمل مجموعة كبيرة من المنشآت الرياضية والترفيهية الحديثة. الملعب الرئيسي صمم ليستوعب حوالي 115 ألف متفرج، وهو رقم يجعله من بين أكبر الملاعب في العالم، بل وربما الأكبر عند اكتماله. هذا الحجم الضخم يضعه في موقع مثالي لاحتضان أكبر المباريات والتظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها نهائي كأس العالم 2030 الذي يطمح المغرب إلى تنظيمه ضمن الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال. لكن ما يجعل هذا المشروع استثنائيا ليس حجمه فقط، بل أيضا تصميمه المعماري الفريد. فقد استلهم تصميم الملعب من الهوية الثقافية المغربية، حيث يعتمد على مفهوم الخيمة التقليدية التي تعكس روح المواسم المغربية والتجمعات الشعبية. وسيتميز الملعب بمظلة وسقف عملاقين يغطيان المركب بالكامل تقريبا، ما يمنح المكان مظهرا أيقونيا يمكن التعرف عليه بسهولة من الجو، ويخلق تجربة بصرية مميزة للجماهير داخل المدرجات. كما سيضم المشروع بوابات ضخمة ترتكز على حلقة من 32 سلما عملاقا، ما يسمح بتدفق الجماهير بشكل منظم وسلس أثناء الدخول والخروج من الملعب. ولتعزيز الجانب الجمالي والبيئي، سيحيط بالملعب نظام من الحدائق المرتفعة التي قد يصل ارتفاعها إلى حوالي 28 مترا، إضافة إلى حدائق نباتية تمتد تحت أطراف المظلة، لتمنح المدرجات إحساسا فريدا وكأنها محاطة بواحة خضراء وسط فضاء رياضي ضخم. أما خارج الملعب فالمشروع لا يقل طموحا، إذ يجري العمل على إنشاء قطب رياضي متكامل سيجعل من المنطقة مركزا للنشاط الرياضي طوال السنة. هذا القطب سيضم ملاعب تدريب حديثة، وملعبا لألعاب القوة، وقاعات رياضية متعددة، وقاعة للجمباز، إضافة إلى مسبح كبير وفضاءات ترفيهية متنوعة. كما سيضم المشروع مركزا للمؤتمرات والمعارض، وفندقا ومركزين تجاريين، ما سيحول الموقع إلى مدينة رياضية متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والاقتصاد. ومن أجل تسهيل الوصول إلى هذا المركب الضخم، يجري العمل أيضا على تطوير شبكة طرق حديثة ومداخل خاصة لتنظيم حركة الجماهير. كما سيتم إنشاء محطة سككية جديدة مغطاة قرب الملعب، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 12 مليون مسافر سنويا. هذه المحطة ستربط مدينة بن سليمان مباشرة بكل من الدار البيضاء والمطار الدولي، إضافة إلى الشبكة الجهوية وخطوط القطارات السريعة، ما سيجعل الوصول إلى الملعب سهلا وسريعا من مختلف مناطق المملكة. أما على مستوى الأشغال، فقد شهدت الأشهر الأخيرة تقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز، فقد أصبحت المدرجات السفلية للملعب مكتملة تقريبا، بينما وصل المدرج الثاني إلى مراحل متقدمة من البناء، في مؤشر واضح على السرعة التي يعرفها هذا الورش الضخم. العمال والمهندسون يواصلون العمل بوتيرة متواصلة، مستخدمين أحدث التقنيات الهندسية لضمان إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير العالمية. ومع مرور الوقت بدأت ملامح هذا الصرح الرياضي العملاق تتضح شيئا فشيئا، ليقترب أكثر من التحول إلى واحد من أعظم الملاعب في تاريخ كرة القدم. ملعب الحسن الثاني ببن سليمان ليس مجرد ملعب لاستضافة المباريات، بل هو مشروع استراتيجي يعكس رؤية المغرب للمستقبل، واستثماره في تطوير بنيته التحتية الرياضية، وتعزيز مكانته كوجهة عالمية للرياضة الكبرى. إنه أيضا رسالة واضحة بأن المغرب قادر على إنجاز مشاريع عملاقة بمعايير دولية، وأنه يسير بخطى ثابتة نحو تنظيم أكبر التظاهرات الرياضية في العالم. وفي السنوات القليلة القادمة قد يتحول هذا المكان إلى مسرح لأكبر المباريات الكروية، حيث تجتمع الجماهير من مختلف أنحاء العالم داخل هذا الصرح الفريد. ملعب الحسن الثاني ليس مجرد ملعب، بل رمز لطموح بلد بأكمله. شكرا على المتابعة، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس، ليصلكم كل جديد حول أكبر المشاريع والأوراش الكبرى في المغرب.